طيب في الفيديو ده انا عايز اتكلم عن اولويات العمليات الحسابيه، الاولويات فيها بتمشي ازاي؟ معناها ايه؟ لو انا عندي سطر طويل، السطر ده فيه اقواس وفيه اسس وفيه ضرب وقسمه وجمع وطرح ومقارنات وحاجات بتتساوي ببعض واند واور واسناد، ان احنا بنعمل اساين. طيب الموضوع بيمشي ازاي؟ دي الاولويات بالشكل اللي انت شايفه ده. اول حاجه البرنامج بيجيبها ويشتغل عليها هي الاقواس. خلص الاقواس بيروح للاسس، خلص الاسس بيروح للضرب والقسمه، بيروح للضرب والقسمه وباقي القسمه بيشتغل عليهم. بعد كده الجمع والطرح، وبعد كده المقارنات والمساواه والحاجات اللي زي كده. اللي انا عايزك تعرفه، اللي احنا عايزين نطلع بيه من الفيديو ده، وهي حاجه مهمه جدا، اللي هي ان انت لو حاجه ضروريه ان هي تتنفذ مع بعض، يبقى هي الاقواس تحطهم جوه قوسين. هناخد امثله على الكلام ده. الاسس، وتفهم برضو الترتيب علشان تعرف البرنامج بتاعك بيتصرف ازاي، علشان ما يطلعش تصرف انت مش متوقعه. على سبيل المثال، خلونا حتى نعمل سكرين شوت لدي كمان. لو انا رحت هنا للبرنامج اللي انا كاتبه ده، دلوقتي انا كاتب 4 في 2 زائد 3. في ناس ممكن تتوقع ان هو يروح يضرب الأربعة دي مثلا في الاتنين، وبعد كده 4 مثلا في 2 ب8، وبعد كده يزود عليهم 3 يبقى 11. لكن ده مش صح. الناتج بتاع العملية دي هيكون 20. ليه؟ لأن البرنامج الأول هيروح يجمع الاتنين والتلاتة 5، وبعد كده الأربعة في 5 هيطلع 20. فهو هنا علشان في أقواس، فالأقواس تم استخدامها الأول. في برضو هنا نقطة، لو احنا حتى رحنا خلينا الأول نشوف النتيجة 20. لو رحنا شلنا الأقواس دي، يعني شلنا الأقواس بالشكل ده، هتلاقوا ان هو المرة دي طلع معانا 11. ليه؟ لأن هو خد الأول الضرب، خد هنا الأول الضرب، وبعد كده راح جمع. طب لو بدلنا بس الشكل شويه صغيرين، يعني هقول له اجمع لي الاربعه مع الاثنين، وبعد كده اضربهم لي في 3. تيجوا نشوف كده ايه اللي هيحصل. طلع لي هنا 10. طب ليه 10؟ المفروض ان هو يطلع كامل الاول اصلا. يعني اذا كنا بنقول ان احنا هنتكلم بشكل مثلا بديهي، المفروض ان هو يطلع كام؟ خلونا نشوف. المفروض ان انا لو همشي بشكل كده تلقائي، هقول ان هو هيجمع 4 و2. 4 و2 يبقى 6 في 3، يبقى هيكون معايا 18. لكن هنا اللي هو عمله ان هو الاول ضرب 2 في 3، 2 في 3 ب6، وجمع عليهم الاربعه فاداني 10. فدي اولويات الحساب. زي ما انتم شفتوا الاقواس اتنفذت الاول، بعديهم عمليات الضرب. زي ما انتم شايفين الجدول اللي قدامكم ده، الاقواس، الاسس، الضرب والقسمه، واخر حاجه عمليات الطرح. يعني غالبا الاكثر شيوعا والاكثر استخداما ان انت في حالات معينه لازم ان انت تستخدم فكره الاقواس، لان انت مثلا عندك معادله كبيره بس في حته معينه عارف ان هي ممكن تاثر، فانت بتحطها جوه اقواس بحيث ان هي تتنفذ الاول. الضرب والقسم برضو، يعني انت لازم تفهم الترتيب، بس الاكثر استخداما وشيوعا هي فكره الاقواس لو انت في حته عايزها تتنفذ مع بعض. لكن غير كده هو بياخد تسلسل بالشكل اللي انت شايفه ده. يا رب الفكره ان شاء الله تكون بسيطه وتكون واضحه ومفهومه، وتشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.